جابر بيلعب له كره عرضيه. الله. بص يا صديقي، حلقه النهارده مش عاوز اتكلم فيها وانا متعصب ولا انا صوت عالي ولا انا بهدئك في اي كلام. حلقه النهارده من الحلقات المهمه جدا، فاستاذنك انك تتحمس معايا وتعالى نتكلم. بقلب على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى بعض المواقع التواصل الاجتماعي، لقيت الناس متلخبطه في موعد مباراه المنتخب المصري نظير شقيقه السعودي اللي هتقام استعدادا لكاس العالم. حلو. فانا النهارده اقول لك اول خبر معايا، منتخب مصر يواجه المنتخب السعودي للاستعداد لكاس العالم. المباراه مذاعه انزل مش مذاعه هقول لك فيها قدام. بص يا سيدي، المباراه هتتلعب يوم الجمعه القادمه الساعه 7:30 مساء بتوقيت الدنيا مصر على ملعب الملك عبد الله، اعتقد الملك عبد الله. المهم، طب المباراه مذاعه المباراه مذاعه هيبقى اخوك وهتنذاع على قناه اون تايم سبورت، ومباراه فيها بس او الاذاعه فيها بس مشترك ما بين مصر والسعوديه باذن الله تعالى. الملك عبد الله. انا بس كنت باكد على محور الاستاد. بص يا سيدي، انا بقى هنا مش هتعصب ولا اقول لك اختيارات حسام حسن، لان انا خدت قرار من فتره ان انا مش هتكلم عن المنتخب المصري، لان انا شايف ظلم كبير جدا في بعض الاختيارات اللي موجوده او اللي كانت تستحق انها تكون متواجد. بنتكلم بقى سيبك من اهلي وزمالك ونتكلم في المنطق العام، لان ده منتخب مصر بلدي وبلدك يا ابني، فافهم ولو انا غلط رد عليا في الكومنتات بما يرضي الله خالص. اهو في بعض اللعيبه اللي المفروض تكون موجوده في منتخب مصر ما راحتش، وحسام حسن في بعض اختياراته بيتجمل او بيجامل فيها بعض لعيبه الاهلي. لان لو جيت سالت مثلا سين من جمهور الاهلي انت هل مقتنع بانضمام محمد هاني لمنتخب مصر، مش هيرد عليك، لان هو كده لو قال لك طب هو ازاي بينتقدوا على اداؤه المزري مع النادي الاهلي، لو جيت سالته انت مقتنع بزيزو اللي هو منتخب مصر، هيقول يقول لك ايوه ازاي وهو اصلا مش مقتنع باحمد السيد زيزو وبيلعب في ناديه النادي الاهلي. في بعض الاختيارات عليها مليون علامه استفهام. طب الناس دي راحت ماشي، طب في بعض اللعيبه اللي المفروض اللي بيقدم اداء متميز في الدوري المصري ما راحتش ليه؟ سؤال بس بيقول ما راحتش ليه؟ انا قلت لك انا خدت قرار قبل كده ان انا مش هتعصب منتخب مصر، لان انا عارف ان في بعض اللعيبه بتروح بالمجامله، ودي حاجه مضايقاني ومضايقه ناس كتير بتفهم في الكوره بما يرضي الله. فانت النهارده شايف ان اختيار حسام حسن تمثل قوه واضافه لمنتخب مصر اللي تخليك تقول انا عندي منتخب قوي يقدر يقدم شكل، مش بقول لك نتيجه ايجابيه في كاس العالم، شكل بس. طب انت كراجل مصري عندك شك او عندك شك اسمع عندك يقين، مش شك انا اسف، عندك يقين ان المنتخب المصري هيعمل نتيجه غير المنتخب السعودي، ممكن تكون عندك شك ممكن عندك يقين. لكن انا شايفه ان في بعض اللعيبه قدمت اداء متميز جدا تؤهلها ان هي تروح مع قائمه منتخب مصر استعدادا لوديه السعوديه واسبانيا. والحاجه اللي شاغله بالي، هل اختيار محمد عبد المنعم ليه؟ طبعا مش خلاف محمد منعم ولا اداء محمد عبد المنعم ولا جه مدافع يقترب من اداء محمد منعم غير حسام عبد المجيد. فانت النهارده بتديله الثقه اهو. طب في لعيبه عملت اداء كويس في الدوري المصري تستحق انها تكون متواجده في قائمه مباريات منتخب مصر استعدادا للسعوديه واسبانيا، ما راحتش ليه؟ وفي بعض اللعيبه عليها مليون علامه استفهام، وانت عارف وانا عارف بمنتهى الامانه وبمنتهى ده انها ما تستحق تروح التجمع ده نهائيا. فخلينا نتكلم بموضوع الله واقول لك ان قائمه منتخب مصر فيها مجامله كتير لبعض لعيبه، وده هينعكس بشكل سلبي على اداء المنتخب وهنتفرج. وخلي بالك عمرنا ما رحنا بطوله سواء مع مدرب مصري او حتى مدرب فني اجنبي الا لما حصلت ضغوطات على المدير الفني لمنتخب مصر باستقدار او ان هو ياخد لعيبه بعينها للمنتخب. وطبعا حتى لو كانت بتشارك مش قد ما مطلوب منه، وفي لعيبه طبعا كانت بتروح جليسه للدكه، لكن عشان ينكتب في تاريخها المشاركه او انها راحت في قائمه منتخب مصر لكاس العالم. فسيبك من الحته ديت، لان انا بصراحه شايف ان بعض اللعيبه انظلمت، وشايف ان بعض اللعيبه وجودها في منتخب مصر هو عار كبير جدا على المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن. انا بقى سيبك من المنتخب، لان قلت لك انا مش عايز اتكلم في المنتخب كتير ومش عارف اتكلمت فيه كتير ليه اصلا. بص يا سيدي، بعد المباراه بتاعت اوتوهو كلمتك عن مشكله محمد عواد، وقلت لك ان محمد عواد ده غيابه هيأثر على الزمالك. حصل مشكله والراجل اتعاقب عقاب كبير جدا واستبعد من المباراه بقاله فتره طويله جدا. فالنهارده بعد الحلقه كلمني شخصيه مهمه جدا قالت لي يا انز الراجل خلاص الموضوع اتحل، ومحمد عواد حصل صلح والراجل هيكون موجود في المباراه القادمه، وده ترجع مشاركته للمدير الفني معتمد جمال. حلو. وقال لو انت خدت بالك الراجل كان موجود في المباراه وسمع كابتن معتمد جمال في ماتش اوتوهو اللي فات. فانا اقول لك على حاجه، محمد عواد هيرجع تدريبات وده خبر رسمي حصري سماها زي ما انت عايز تسميها. هقول لك حاجه مهمه جدا بقى، لو جيت تسالني انت رايك على القرار، انا رايي القرار مهم جدا وفي توقيت مهم جدا، بالاضافه لحته مهمه جدا. لو جيت تسالني على رايي مين يا انز
تخليه الجون الاساسي لنادي الزمالك بدايه موسم جديد. اقول لك بموت الله مشكله عواد وصبحي هتكمل لفترات طويله. رايي الصح يمشوا الاثنين ايا كانت نتائجهم، ايا كانت ارقامهم، ايا كان تاثيرهم، الاثنين يمشوا بعون الله، الاثنين يمشوا، وتجيب محمد علاء حارس الجونه اللي موجود في قائمه حسام حسن استعدادا لوديه السعوديه واسبانيا. حارس بتمناه، حارس انا بحبه، حارس مستواه متميز جدا، وحارس اداؤه في الملعب بيتكلم عن نفسه. محمد علاء اللي كان مضى في فتره من الفترات للزمالك وكان قريب جدا من اتمام التعاقد، ما فهمش ايه اللي حصل بصراحه، لكن رايي ان يكون حارس نادي الزمالك الاساسي في الموسم القادم هو محمد علاء حارس الجونه، بالاضافه لوجود المهدي سليمان، ويبقى عندي حارس شاب زي اسمه عبد العزيز ده اللي كان موجود في المنتخب، وزي محمود الشناوي حارس لما كان موجود في الزمالك، قدم مستويات كويسه جدا. اخرج لي بقى يا حبيبي من نادي الزمالك. بص حاجه مهمه جدا، الاهلي والقصه الكبيره اللي دايره والاشتغالات اللي جمهور الاهلي بيبلعها بمنتهى البساطه. الايام اللي فاتت سمعت عن مسكنات كتيره جدا واشتغالات واعاده هيكله وتعيين سيد حافظ مش عارف مدير للكوره ومدير فني ومدير اقليمي واسم مش عارف ايه، اخبار كتيره جدا بتسمعها. وانا قلت لك ما هي المسكنات، زي برضه خصم مساحات من اللعيبه. كل ده انا بقول لك في الغرف المغلقه بالنسبه للنادي الاهلي لا يتم تفعيله بالنسبه لخصم المستحقات. وحتى لو الكلام طلع خصم مستحقات، ده الخبر اللي جاي اكلمه لك بقى، ان سيف زاهر النهارده كنت بسمعه من شويه، والخبر انا كان عندي معلومه بيه بس ما كانتش مؤكده الصراحه عشان ما اكذبش عليه، ان الاهلي اتكلم مع لعيبته ان هيتم وجود مكافآت عشان خاطر الماتشات القادمه في الدوري، لاننا كلنا عارفين ان يوسف مش ماشي. حتى قال لك ده بند حاس جاي والاهلي بيحاول مساغه قانونيه، والكابتن قال لك في الاول ده الاستاذ اسمه ياسين منصور هتحمل الشرط الجزائي وفي النهايه ياسين منصور يوسف مكمل في المدير الفني للنادي الاهلي. فما تخليش حد يشتغلك، لان الكلام ده ما هو الا مسكنات ومهدئات للغضب الجماهيري المستحق من جماهير النادي الاهلي تجاه الاداء المزري اللي بيقدمه النادي الاهلي. وعشان كده انت بتسمع كلام كتير. هقول لك على حاجه، جماهير الاهلي بكلام بجد، وخصوصا الصفحات اللي هي بتنشر النادي الاهلي اخباره عندها تناقض كبير جدا. ليه اقول تقول الكلام ده؟ فاكر لما الاهلي تعاقد مع مؤمن زكريا وتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، قدموا اداء متميز جدا، فقال لك بص دي جينات الاهلي مهما راحت ولفت وراحت وجت، ده احنا بندوهم حقن وهم عيال صغيره عشان يبقى عندهم جينات النادي الاهلي. فلما يتالقوا يقول لك بص الاهلي، بص عظمته، بص الاهلي ما يتخلاش عن ابنائه، الحق يا ابني المهم ماشي. لما يجيب لعيبه هو مش محتاجها، مش هقول لك صفقات كده، هو مش محتاجها، فتقدم اداء مش كويس خلاص يقول لك ايه احنا لعيبه الزمالك بقى جاي من تربيه الزمالك بقى الحق بقى الزمالك، اي كلام في بتنجان في اي هجص في اي كلام. ولو جيت برضه تتخيل تقديم للنادي الاهلي لصفقاته اللي انتقلت من نادي الزمالك للنادي الاهلي، اخرها بلاش من نادي الزمالك الاهلي لعيبه كانت محسوبه على النادي الزمالك باعترافهم انهم زملكاويه، لما انتقلوا للنادي الاهلي جاب لك صور بالتيشيرتات وهم اطفال بالتيشيرت النادي الاهلي، وقال لك الجينات تحكم، ولعيبه النادي الاهلي هتعود مره ثانيه الى بيتها. فلما الصفقات دي فشلت اخيرا احمد عيد وكابتن احمد سيد ميزو، في النهايه ايه اللي حصل؟ قال لك ها شايف الزمالك انت المشكله كبيره عندكم يا جماعه، الزمالك بلا 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 كل ده هجص في الشارع. ففي النهايه الاهلي مش هيسيب الدوري يخرج بره الجزيره ايا كانت، وهتلاقي مساعدات. هقول يا عم انت برضه نظريه المؤامره ومش بص يا صاحبي اقول لك على حاجه، خلينا منصفين ان الاهلي بيقدم ازنه كوره شافها الاهلي وجماهيره الفتره الاخيره. في طبيعه الحال الاهلي كمان ما ينفعش يخرج بكميه المصروفات وكميه الصفقات وكميه كل فلوس الصفقه دي بموسم صفري بالمنطق خالص اهو. هقول لك الزمالك دلوقتي مش مرشح، الزمالك مرشح بس عشان تبقى عارف الاهلي اي حاجه عليها شك هي في صالحه. انا اقولها لك اي حاجه عليها شك وهي في صالحه. انا قلت لك قبل كده الاهلي مع كميه الصرف ديت لازم يحصل حاجه تفرح جماهيره وتنسيها اللي حصل، سواء الخروج من كاس العالم بنتائج مش كويسه، سواء الخروج بعدها من كاس الرابطه، سواء الخروج بعدها من كاس مصر، سواء الخروج من دوري افريقيا. فلازم حاجه تعوض الجماهير دي عشان ما تحصلش هجوم كبير جدا. وخلي بالك اللي بيحصل الفتره الاخيره من السوشيال ميديا الاهلي او صفحات النادي الاهلي او حط تحتها مليون خط، ما هو الا حركه الهاء.
ده تعيين الاستاذ ياسين منصور هو المشرف على مش عارف ايه، ده سيد عبد الحفيظ، ده كابتن سيد عبد الحفيظ، ويقولوا الاستاذ ياسين منصور هم اللي هيعملوا اشراف على الكوره. كل ده هجص، مفيش ورقه امضى قرار بيتاخد الا موافقه البص محمود الخطيب، فتح محمود الخطيب طبعا. في النهايه مدعكه الدوري قادمه، ورساله لعيبه نادي الزمالك لازم تكون على قدر المسؤوليه، ولازم كمان تبقى عارف ان الفترات الجايه لو حصل اي اشتباه هيكون في صالح النادي الاهلي، وكنت عارفين الكلام ده كله، والاهلاويه من قلبهم عارفين الكلام ده كله. في النهايه ده كلامي ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، لو صح ده عند ربنا سبحانه وتعالى، ولو غلط فهو الشيطان، وانا ده ممكن اكون غلطان فيه، فلو انا صح هطلب منك طيب واحد انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. ما عجبش كلامي ممكن تقول لي في الكومنتات، رايك انت فوق دماغي ويحترم، وباذن الله اشوف حلقه جديده والسلام